الله وبركاته. رجعت لكم تاني من قناه طقطق ومشمش، بنسلم على كل اصدقاء طقطق ومشمش تاني. بقول لكم انا خلصت الكشري خالص وهغرف بقى دلوقتي عشان تشوفوني وانا بغرف، وهدوق جودي، وطارق جه من المدرسه كمان والدرس. ايوه هيدوق. تعالى يا طارق، تعالى يا طارق، تعالى عشان تدوق الكشري. تعالى افضل. جودي اكتر واحده بتحب طارق، ابقوا قابلوني. دي ما بتستحملش طارق في البيت ساعتين. انا هغني لكم اغنيه دلوقتي، بس ممكن اغني لكم بس طارق ايه ده ممكن اغنيها معايا. غني انت طيب، مالكيش دعوه بطارق بخدوده ده. خدودك عامله في الصوره. يا ستي غني انت، مالكيش دعوه. نفسي تغني انت لوحدك. يا بنات يا بنات يا بنات، واللي ما خلفش بنات ما رجعش من الحنية ولا ادقش الحلويات. حلوة الأيام في عينيا عشان لو خلفت عينيا، لو شفت الأرض اتهزت رانت الحيط عليا. الله عليك يا فنانه، الله عليكي. بصوا دلوقتي هجيب لكم البالونة اللي أنا وعدتكم بيها. طب ممكن تسيبيني انا اقول لهم حاجه الاول؟ ان انا غرفت الكشري وانت بتغني حضرتك، يعني اهدي عليا شويه كده. عايزه اوريهم الكشري وهو بيتغرف، ما اديتينيش فرصه. قعدتي تغني ما اديتينيش فرصه اقول حاجه. عماله تغني بس تغني. بصي احنا دلوقتي هنجرب يا جماعة، هنقول لكم ايه. ده طبق طارق ماشي، هوريكم طبق انا بقى. امسك يا طاطا، ده طبقك بقى اللي ايه، اللي من غير ولا بصل ولا حمص ولا اي حاجه. مش عارفه هو اصلا بيتاكل ازاي يعني. هو انا من غير حمص. كمان انت كمان زي طاطا من غير حمص. بصوا بقى الرز كده اهو، بصوا طالع مفلفل ازاي، شايفين؟ رز اهو مفلفل معجنش ولا حاجه. وشايفين اللون الغامق ده؟ هو ده اللون اللي انا حاضر، هو ده اللون اللي انا بطلبه. عشان كده باخد ميه العدس واحطها اهو. وده طبقي انا كده ماشي. حاضر يا ماما حاضر. شوية حمص صغيرين. حاضر. النهارده طقطق اول مره يطلب حمص. حاضر يا طقطق اهي، تعالي. شويه صغيرين خالص. شوية صغيرين. صلصه صلصة كده عشان ايه؟ محلات اهو، كشري محلات كده. شويه بصل من اللي متحمر وشكله يفتح النفس ده. بص انا هجيب لكم البالونة بقى اللي انا حلو يا طارق. بيها، اللي انا هجيبها لكم. مش هروح اجيبها وجايبها اهو البالونة اهي. طبق شكله يفتح النفس للاكل. ايوه كده يا طارق. اهي البالونة اهي، هنفخها لكم دلوقتي. شايفين عامل ازاي؟ شكله مغري ومشهي جدا. انت لازم نعمل لك مطعم الشيف طارق. ام طارق. ام طارق بتاعت الكشري. هدوق بقى انا كمان الكشري زي طقطق، بس طبعا اقول لكم ايه الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم قبل كده انا شهادتي مجروحه، يعني اي حاجه هقولها مش هتقتنعوا باللي انا بقوله، بس هو والله فعلا طعمه تحفه بجد. بالف هنا وشفا علينا وعليكم كلكم، كل اصدقاء طقطق ومش يلا يجوا ياكلوا معانا كشري النهارده. يلا يا طارق، ايه رايك في الكشري؟ طعمه جميل قوي قوي. انت علي صوتك شويه. طعمه جميل قوي. خدي يا جوجو، شيلي البالونه يا جوجو. كمان الدقة فيه طعمها حلو قوي. هي فعلا الدقه مظبوطه جدا بصراحه. يلا احنا هنسيبكم بقى عشان نتغدى، بنسلم عليكم كلنا. سلم عليهم يا طارق. مع السلامه. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة طقطق ومشمش. بسلم على كل أصدقاء طقطق ومشمش. عاملين إيه؟ أخباركم؟ يا رب تكون كلكم بخير وكلكم مبسوطين زيي. أنا بصراحة اتبسطت في إيه؟ إن الولاد نزلوا المدرسة. أي نعم شوية تعب وفرهدة في الدروس رايحة وجاية، ويلا المدرسة ويلا نذاكر ويلا ناموا بدري،
بس بصراحه بيريحوني شويه، بيريحوني ان هم يرحموا نفسهم شويه من الموبايلات والنت والتلفزيون، بيريحوا شويه، ربنا يهديهم ويصلح لهم حالهم. النهارده قلت اعمل لكم اكله سريعه وسهله زي ما عودتكم دايما. النهارده عامله لكم كشري. طبعا انا مفكراكم ان انا عامله مقاطعه مع الفراخ، ولسه على موقفي مع مقاطعتي للفراخ، مش هتنازل ولا هصالح الفراخ الا لما ترخص. تعالوا معايا كده بقى، بصوا ده عدس ماشي. هوريكم النهارده بقى طقطق ومش بيعمل الكشري سهل وسريع ازاي، اسهل طريقه للكشري بجد يعني. ده عدس بجبه ماشي، كوبايه. انا ما بزودش في الكشري عشان ما يباتش، لان لو بات الولاد ما بيرضوش ياكلوا الاكل بايت ماشي. ده كوبايه. دي كوبايتين ونص من الرز. ده بصل بتاع الكشري من على الوش. طبعا ده البصل ده انا بقطعه ازاي، ببشره في المبشره ماشي، بيبقى حلقات كده حلو. وده الحمص مش كتير، برضو الولاد ما بيرضوش ياكلوه خالص في الكشري، انا بس اللي باكله، عشان كده برضو جايبه كوبايه واحده من الحمص ماشي. هنا دي مكرونه سباكيتي على مكرونه صغيره خالص، يعني ايه نص كيلو تقريبا، نص الكيس ونص الكيس، نص كيلو تقريبا، نص الكيس صغيره ونص الكيس سباكيتي، دي على دي ماشي. وهنا شعريه. طبعا هتقولوا لي انت بتعملي الكشري بالشعريه؟ اه انا بحب بصراحه الكشري يبقى بالشعريه كده، فمش كل الناس بتعمله بالشعريه، بس انا بحبه بالشعريه، بحسه محلات اكتر يعني. بس ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسلق المكرونه، الميه هي غليت معايا، هسلق المكرونه وهتشوفوني دلوقتي. بس طبعا انا المفروض كنت نقعت الحمص ده من بدري على الميه، يعني كنت المفروض من بدري نقعته. انا طبعا ما نقعتوش، كنت المفروض من يعني من ساعتين 3 كده كنت نقعت الحمص. انا طبعا ما نقعتوش، فغليت ميه بزياده للمكرونه واخد منها برضو للحمص عشان يتنقع شويه كده. كده نعمل كده، نقول يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم كده. حمص طبعا هنعمل ايه؟ هنغليه. هوريكم دلوقتي برضو انا بعمل ايه مع الحمص. بصوا مش عايزه ميه كتير للمكرونه انا اصلا، الاكتر تبقى في الحمص، عشان هو الحمص لو ما اتسلقش، لو ما اتنقعش قبليها بوقت بياخد يعني شويه سوى زياده، فاهمني؟ فانا ايه، ازود الميه في الحمص احسن ما ازودها في المكرونه. كده كده ميه المكرونه دي كلها هتترمي يعني ماشي. المكرونه الاسباجيتي اهي. طبعا انا ما بكسرهاش لان جودي عندي بتموت في المكرونه الاسباجيتي وتكون سليمه، يعني بتحب تشفطها كده كده دي، فاهمني؟ فانا ما برضاش بصراحه اكسرها، بس ممكن بس ايه عشان خاطر الكشري اكسرها كده نصين. انا عملت من كام يوم كفته بجد كانت اختراع جامد جدا بجد، يعني كان نفسي اصور لكم الكفته، وكانت جميله قد ايه وسهله وخفيفه زي ما عودتكم. لا الكفته بصراحه كانت خطيره جدا جدا جدا، يعني مش قادره اوصف لكم الكفته كانت طالعه سهله ازاي جدا. اتبسطت منها قوي والولاد اتبسطوا جدا بالكفته. طبعا انا لسه عامله مقاطعه مع الفراخ لان الفراخ ما رخصتش، بل بالعكس غليت اكتر، يعني بجد غليت جدا جدا. بعد ما كنت بقول ان البانيه ب 170 وب 180 وصل 200 جنيه، الوراك وصلت 110، الفراخ وصلت 90. فيعني انا بجد بصراحه لسه مقاطعه الحاجه. هنا ده العدس، والرز برضو رفع جامد، وشكارة الرز غليت جدا. وفي ناس في اماكن انا عارفاهم قرايبي بيشتكوا ان الرز مش موجود اصلا عندهم، يعني في اماكن كده كويسه هنا مش لاقيين رز، وانا عندي هنا الرز غلي جدا جدا جدا، يعني بطريقه فظيعه، مش عارفه في ايه. ربنا يرحمنا من الغلا اللي احنا فيه ده ماشي. طبعا انا هوريكم اسهل طريقه للكشري تعملوها في ثانيه. انا بجد الكشري ده سهل جدا معايا. بصوا حط قرص ماجي في الحمص، في الحمص بحط قرص ماجي وسنه فلفل وسنه ملح، سنه ملح مش دلوقتي، شويه بس كده، سنه فلفل ماشي، وكمون، عشان نبقى متفقين ونرص الحاجه مع بعض كده واحده واحده. سنه كمون في الكشري بالذات بنزود له الكمون شويه في كل الكشري، يعني الكشري ده كمون ماشي. الملح طبعا مش هنحطه دلوقتي، هنستنى شويه عشان نحط الملح
هنا بس ايه اللي هحط ملح بس سنه، بس ثواني كده احط ملح. هحيق المكرونه كويس بملحها ماشي، عشان انا طبعا مش هعمل اي حاجه تاني في المكرونه. هظبط الملح كويس بتاع المكرونه. هنا بصل بتاع الكشري ننزل بيه كله كده. انت كنت سخنت من بدري، انت هبطتي ليه تاني مني؟ مسخناكي من بدري قوي. بصوا كده ماشي، ثواني بقى. حط طبعا الملح هنا في المكرونه، عشان انا زي ما قلت لكم يا دوبك المكرونه بعد ما بتتسلق باخدها اشوحها في الحله بسنه ملح وسنه فلفل وشويه زيت، وخلصت على كده. والزيت برضو غالي، احنا مش هننكر، بس الزيت برضو غالي، بس هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اهو اهون شويه من الفراخ اللي وصلت ل 110. هنقطع الزيت ونقطع كل الاكل بصراحه، عشان حرام يعني. احنا لازم يكون في حل رادع للغلا اللي احنا فيه ده. احنا لو وقفنا وقطعنا بس شويه الفراخ هترخص بسرعه والله. هنا بغسل العدس اهو ماشي، وهولع عليه العدس بقى. هقول لكم على حاجه في العدس ماشي تعملوها هتتبسطوا منه جدا. بعد ما العدس ده يتسلق تاخدوا كوبايه من الميه بتاعته. تاخدوا ايه؟ كوبايه من الميه بتاعت العدس دي. الميه بتاعت العدس دي هتتصفى بس مش هتترمي كلها، هناخد منها كوبايه واحده بس نحطها على الرز بتاع الكشري. ليه؟ بتغمق اللون شويه بتاع الكشري، تخلي اللون بتاع الرز والشعريه والعدس غامق سنه كده زي المحلات، فاهمين؟ بس فانا عايزه الغمقان السنه ده يطلع كده. المكرونه هنا عشان العين دي واطيه، دي اعلى منها شويه كده ماشي اهو كده زي ما انتم شايفين معايا. كشري سهل، وانا مبتديه اليوم اهو من بدري، الولاد في المدرسه والدروس، ابتديت اليوم من بدري. قلت اعمل الكشري بدري عشان ان شاء الله يرجعوا بالسلامه يكون الكشري جاهز. وانتوا كمان يلا قوموا هاتوا حاجه الكشري بسرعه واعملوا كشري النهارده، والله حلو وبياكل وبيشبع كمان. كشري ام طارق، زي ما في كشري يا ابو طارق، انا عايزه افتح محل كشري واسميه ام طارق، عشان انا ام طارق وكشري ام طارق. دايما لما اعمل كشري في البيت اقول لهم يا لو افتح محل كشري واسميه ام طارق، او ده اللي ناقص، زي ابو طارق يبقى ام طارق كمان. شكرا قوي على التعليقات الايجابيه بتاعتكم كلها، بجد تديني دفعه لقدام قوي. يعني فعلا انا بتبسط بتعليقاتكم قوي قوي قوي. ربنا يخليكم ليا ويخليني ليكم ويديمكم في حياتنا دايما سعاده وطاقه لقدام، لان احنا فعلا محتاجين طول الوقت حد يدينا طاقه ايجابيه. انتوا بجد بتدوني كل الطاقه الايجابيه اللي في الدنيا. انا ببشر بصلايه للحمص بتاع الكشري. جودي واقفه قدامي عماله ترقص اهي وتتنطط. خشي جوه يا جوجو. اللي بيدي طاقه ايجابيه في البيت هي جودي، على طول رقص ودلع. ربنا يخليها يا رب، ويخلي لكم ولادكم كلكم يا رب، ويحفظهم لكم ويهديهم ويصلح لهم حالهم يا رب كلهم يا رب. ويهدينا ولادنا يا رب، يا رب يهديهم ويصلح لهم حالهم كلهم يا رب، وما نشوفش فيهم اي حاجه وحشه. شو انا بعمل كمان قطاي للحمص، عشان انا بحب اخد ميه الحمص دي اعمل بيها الدقه. انا بحب الدقه كتير في الكشري، بتديله طعم وتست حلو. فانا بعمل كده القوطه والبصل بشرته اهو، ومبشرش كتير من القوطه والبصل، يعني نص البصلايه ونص القطايه. طبعا هتقولوا لي هتاخدي نص البصلايه التاني ترميها، لا مش هرميها.
كده. شفتوا اهي كده. بس نسيبها بقى تغلي مع نفسها. طبعا كنا المفروض زي ما قلت لكم نقعنا الحمص من بدري، بس أنا طبعا ما نقعتوش، كنت عايزه اوريكم انا بعمله ازاي والخطوات واحده واحده، فده طبعا غلط. انتوا المفروض قبليها بوقت، يعني اضعف الايمان قبليها بساعتين تنقعوا الحمص، ماشي، عشان ما ياخدش معاكم وقت على النار، يعني يستوي ان شاء الله على طول. بس لما تعملوا البصل بالمبشره كده هيبقى حلو قوي وهيعجبكم على فكره. عمر ما البصل هيطلع محروق. انا كنت الاول ببشره بقطعه على ايدي واحط له دقيق عشان يطلع حلو ولونه حلو، ما كانش بيطلع حلو برضو بصراحه، كان بيطلع محروق مني برضو. لما جربته مره في المبشره ما بطلتش اعمله كده، بقيت خلاص على طول على طول في المبشره، بقى الاسهل والاحسن ان هو يبقى في المبشره كده. بس انا هشيل دلوقتي المكرونه، بس هشوفها بس استوت ولا لسه. ماشي، هي شكلها هي استوت. لا سواها تمام، بس سنه صغيره بحيث ان هي ايه ما تعضش معايا في الكشري، يعني كله يبقى سوا حلو. ارجع تاني واقول لكم على تعليقاتكم الحلوه اللي بتديني طاقه ايجابيه، شكرا جدا عليها وربنا يخليكم. وانتوا طبعا احسن مني بكتير، طبعا عمالين تقولوا لي ما بتصوريش على طول فيديوهات ليه. والله فعلا المدارس واخده الوقت كله، لما يبقى معايا اولى اعدادي ومعايا ثالثه ابتدائي والله فعلا ما عنديش وقت. ميار نازله وطريق طالع ويلا نذاكر ويلا ننام بدري ويلا مش عارفه ايه، اليوم بيكون خلص، انتوا طبعا عارفين يعني. ببقى نفسي اصور لكم كل يوم، بس فعلا مسافه ما بقوم من النوم وابتدي احضر في الغدا الاقيهم خلاص وصلوا، يلا احنا جعانين ياكلوا، هنذاكر، يقعدوا يذاكروا شويه ويتغدوا وخلاص كده يلا ننام. اليوم كده بيبقى انا كمان بالنسبه لي اليوم بيكون خلص بصراحه، مش هما بس، انا بقيت انام بدري جدا بسبب المدرسه دي، عشان اقدر ابقى قايمه فايقه الصبح وابقى قادره احضر الغدا قبل ما هما يرجعوا، فبنام بدري بصراحه جدا. انا كمان في الاجازه اللي كنت بسهر وممكن انام تاني يوم الصبح، انا بنام بدري جدا جدا دلوقتي. بس الحمد لله كده احسن، اني انا عرفت اظبط نومي وعرفت اظبط نومهم معايا. اللي لسه ما ظبطتش نومها خالص هي جودي، بس جودي لسه مش ما راحتش الحضانه بصراحه. هي انا وديتها كذا مره الحضانه وكانت في مشكله في الحضانه ان هي دايما بتبقى خايفه منها وبتعيط وبهدل الدنيا، مع اني انا مش عايزه اعمل كده يعني. انا نفسي اخليها تروح الحضانه جدا، يعني فعلا نفسي في الحضانه عشان جودي بقى ايه تعتمد على نفسها شويه وتبعد عننا شويه، لان هي دي اكتر حد عندي ما بعدش عني من ساعه ما اتولدت، يعني على طول بتبقى معايا وجنبي. فنفسي فعلا تروح الحضانه شويه عشان تتعامل مع ناس غيرنا، بس طبعا انا مش عارفه اعودها على الموضوع ده، وناس كتير بتلومني على الموضوع ده، بس والله غصب عني. طبعا انا كنت الاول بجيب العيش الابيض واقطعه واحمره مع الكشري، تمام، بس دلوقتي ما بعملش كده. ليه؟ علشان الزيت غالي، فبصراحه ما بعملش كده. فمعلش بقى، لو الولاد عايزين عيش ممكن اجيب لهم كيسين من المطعم بتاع الكشري. سلمي عليهم يا جوجو، بصوا جودي اهي، سلمي عليهم. عايزه تقولي لهم ايه يا جوجو؟ يا خراشي على عسل يا جوجو، اعملوا لايك كتير وادوها لايك، انتي جميله يا جوجو.
يا خلاص يا عليكي. جودي بقى اقول لكم حاجه، جودي لما نقعد نتكلم انا وهي تقول لي انا هطلع دكتوره، اقول لها يا رب اشوفك دكتوره يا جودي، تقول لي هطلع الدكتوره الرقاصه، اقول لها كمان دكتوره ورقاصه، ماشي يا جودي اطلعي اي حاجه بس اطلعي، تقول لي اه انا هطلع الدكتوره الرقاصه لوحدها والله من غير ما حد يقول لها حاجه، هي لوحدها كده، ام لسان ونص دي. جودي بتحبي الكشري بتاع ماما؟ حلو ولا مش حلو؟ يا خراشي على العسل. جودي بتحب الكشري بتاع ماما، تقعد تقول لي كل اكلك جميل يا ماما، تعملي اكل جميل قوي ولذيذ، اقعد اقول لها اه ما انت بكاشه، تقول لي لا اكلك لذيذ قوي. جودي بقى من الاطفال اللي لو عملت فيديوهات هتشجع صحابها على الاكل الصحي، لان هي طول الوقت بتقعد تقول احنا المفروض ناكل اكل صحي، المفروض ناكل فواكه صحيه وناكل اكل صحي، ما ناكلش مكرونه ورز، ناكل اكل صحي بس. فجودي من الناس اللي بتشجع الاكل الصحي والفاكهه والحاجات الصحيه، بس ما بتشربش اللبن خالص، مش خالص بصراحه، هي كانت بتشرب وكانت حلوه جدا وبتشرب اللبن كويس جدا، بس من فتره كده يعني ربنا يشفي ولادنا كلهم يا رب ويعفي عنها، ويا رب ما حدش يشوف في ولاده حاجه وحشه ابدا، تعبت جدا مني جدا لدرجه ان انا مش عارفه كان فيها ايه، كانتش ولا بتاكل ولا بتشرب ولا اي حاجه، والدكتور لما رحت كشفت عليها منع عنها اللبن، صح يا جوجو؟ منع عنها اللبن وقال لي ما تشربيهاش لبن ولا زبادي ولا بيض، عندها حساسيه جامده، فمنعت عنها اللبن فتره، منعت عنها اللبن اسبوع زي ما الدكتور طلب مني، ودي كانت غلطه حياتي اني انا لما منعت عنها اللبن اسبوع جودي قطعت اللبن من نفسها، يعني بجد دي اكتر حاجه مندماني ان انا منعت عنها اللبن الاسبوع ده، يا ريتني ما كنت عملت كده، والله بندم ندم ان انا عملت فيها العمله دي، انا اللي غلط مش هي، يعني بجد ربنا يسامحني على اللي انا عملته فيها، ومن ساعتها وهي قطعت اللبن بقى، يعني بعد الاسبوع ده هي بنتي نفسها قطعت اللبن من نفسها، مع ان المفروض انا ما كنتش عملت فيها كده، بس يلا الحمد لله كل شيء اسمه نصيب، يعني ده ما كان نصيبها بقى، بتاكل زبادي، بتاكل بياض البيض بس، ما بتاكلش الصفار خالص الا لو اتقلى، يعني لو البضايه مقليه اه تاكل الصفار، لكن مسلوقه كده ما بتاكلش الصفار ابدا ولا بتحطه على بقها. بصوا البصل بتاع الكشري طلع متحمر وجميل ازاي، شايفين؟ هو طلع جميل بس عشان انتوا معايا يعني، مش عشان انا شاطره ولا حاجه، عشان انتوا بس ايه بتتفرجوا علينا، صح يا جوجو؟ يا خراشي على عسل. جودي بقى من الصبح عماله تقولي عايزه اطلع معاكي في الفيديو، ماما طلعيني معاكي في الفيديو. اهو بصوا حلو ازاي شكله حتى يفتح النفس على الاكل، انا بحب البصل بتاع الكشري قوي، عندي الولاد برضو ما بيحبوهوش، لا انا الولاد عندي مقرفين، انا نص الحاجه ولادي ما بياكلوهاش. انت فقر، انت فقريه يا جوجو، بصوا لونه حلو ازاي ذهبي، حسبي تقعي. ولادي نص الحاجه بتاعت الكشري يعني، يا دوبك الكشري عندهم رز ومكرونه وعدس، ما فيش بقى ولا بصل ولا حمص، مع ان الحمص ده احلى حاجه بتحصل في الكشري بجد، دقه كتير ماشي، بتقولوا لهم دقه، حط لنا نص الطبق دقه، طب يا جماعه نحط شويه حمص كده يحلوا الدقه، لا ابدا، دقه لا، حمص لا خالص. وجودي على فكره طالعه زيهم، مش عارفه هي جودي طالعه زيهم ولا انا اللي ما بحطلهاش عشان كده هي ما بتاكلوش، مش فاهمه بصراحه يا جماعه، يا ريت حد يكتب لي في التعليقات هو انا اللي غلط ولا ولادي هم اللي غلط، العيب في مين فينا، يعني يا ريت حد يقول لي مين فينا الغلط فينا، بس انا والله وهم صغيرين كنت بحط لهم الكشري كله على بعضه، لما كبروا بطلوا. بصوا بقى المكرونه اتسلقت اهي، ماشي وصفيتها، ماشي هعمل ايه دلوقتي، هاخد شويه من الزيت بتاع البصل ده
بيدي ريحه حلوه قوي. عشان كده انا دايما بعمل الكشري، اول حاجه في الكشري بعملها ايه؟ اني اعمل البصل. ليه؟ عشان اخد بقيه الزيت بتاع الكشري اعمل بيه بقيه الاكله. اهو بصوا كده، حطيت ملح وفلفل وسنه كمون صغير وشويه من زيت الايه، البصل بتاع الكشري. ليه بقى؟ بيدي للمكرونه ريحه فظيعه بجد، بيديها تست وريحه جامده جدا، مش قادره اقول لكم. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد بقيه الزيت ده اعمل بيه الرز. ماشي، هعمل بقيه الزيت ده الرز كده. ايه العسل ده يا جوجو؟ جودي انتي طالعه حلوه كده ازاي؟ حسبي 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 ماما. جودي على طول واقفه على الكرسي جنبي، بصوا كده. ماشي، روحي هاتي لي ورقه. مش عارفه الاشعال بتاع البوتاجاز فجاه اتكسر لوحده وانا واقفه، اتكسر، فجايه جنب العين بولعها راحت الاشعال اتكسرت. قلت خلاص الحمد لله ان هي جت على قد كده. دي بقيه البصلايه اللي كنت بعمل بيها الحمص. طبعا عشان ما عندناش حاجه تترمي وخلاص كده. اعمل ايه؟ هحط البصلايه كده في الرز، اديها تشويحه. ماشي، والله بتدي تيست حلو على فكره، يعني من الحاجات دي بتدي تيست وطعم حلو قوي للاكل. حاجات بسيطه بس بتفرق. هيك يا قلب ماما، انت جميله يا جوجو، احلى واحده عند ماما. طول النهار اقول لها انت احلى واحده في حياه ماما، انت احلى واحده عند ماما، صح يا جوجو؟ انفخي اوف. خلاص شكرا، دلتي لي الدنيا يا مؤذيه. سبت المعلقه هتقع كلها، بلاش. يا خراشي، سامعين جودي بتقول لكم ايه؟ استنوا استنوا هسمعكم جوجو بتقول ايه. قولي يا جوجو، قولي قولي بتقولي ايه تاني. تعالي هنا عند ماما عشان المايك يسمعك. أنسمعك ويعملوا لايك كتير بحبكم. يا خراشي، جودي بتقول لكم اعملوا لايك كتير وبتحبكم. هما كمان بيحبوكي قوي يا جودي، كلهم بيقولوا احنا بنحب جودي، صح؟ مش انتوا كلكم بتقولوا يا اصدقاء طقطق ومش بتحبوا جوجو؟ كلهم قالوا بنحب جودي عشان جودي جميله وبتسمع كلام ماما. والنبي يقولوا لجودي تاكل اكلها كله. أيوة تاكلوا الحاجات الصحية. وياكلوا الحاجات الصحيه بس. أيوة. طيب ماشي، كلوا الحاجات الصحيه بس. أيوة. بس قولوا لجودي تاكل اكلها يا جوجو. بيقولوا لي كلي اكلك كله يا جوجو. ماشي، قولوا لها والنبي تاكل الاكل بتاعها كله عشان جودي اكتر واحده ما بتاكلش. متاكده؟ أيوة. مش مصدقه بقك يا جودي. لا هاكله كله. اما نشوف، اما نشوف اللي هتاكلي الاكل كله دي. البصله بس ايه تاخد لون سنه كده وانزل عليها بالشعريه واشوح الرز واستنى العدس يستوي سيكه، مش قوي يعني، يستوي سنه صغيره كمان عشان لسه هيكمل سوا فين؟ في الرز. عشان انا زي ما قلت لكم انا باخد العدس وباخد ميته اهو. بصوا هنزل كده بالشعريه يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش حاطه شعريه كتير زي المحلات، بس انا بعمل كشري محلات. هتقولي لي مش حاطه شعريه كتير، هقول لكم المحل ما بيحطش كتير. هتقولوا لي المحل بيحط رز قليل، هقول لكم انا بحط رز اقل من المحل. انا بيبصوا للطبق ما بيلاقوش فيه رز اصلا، يعني خدوا بالكم بقى. انا بعمل كشري محلات محلات. خلاص، بس انا بحاول اهو اقلد المحل عشان اعمل للولاد الاكل يبقى كاني في المحل بالظبط. زي ما قلت لكم انا هعمل كفته واصور لكم بقى الكفته الحلوه اللي انا عملتها دي. والله كانت الطريقه سهله جدا وخفيفه جدا 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 فوق ما انتم ممكن تتخيلوا، يعني طريقه سهله وخفيفه على الكفته. كنت عامله جنبها مكرونه وكنت عامله كفته، بس طبعا الكفته والله حرفيا غطت على المكرونه تماما، غطت على المكرونه بجد من كتر ما هي كانت حلوه.
يا سلام، ياكلوا الاكل الصحي عشان يكبروا؟ طب وانتي ما بتاكليش اكلك ليه عشان تكبري زيهم؟ لماضه بس، مخلفه لسان وطلع له بني ادم، مش كده يا ست جودي؟ يا جودي، يا جودي، مش انتي لسان وطلع له بني ادم؟ امال انتي ايه؟ يا جوجو، هما بياكلوا الاكل الصحي وانتي ما بتاكليش اكلك الصحي ليه؟ لا ما بتاكليش والله، مش مصدقه بقك اهو. بصوا والله العظيم ما بتاكل، اللي بتقول لكم بتاكل دي النصابه دي، ده انت نصابه كبيره. انا غاسله الرز ده، هنزل على طول كده على الشعريه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. انا هطلع شيف وانت هتطلعي ايه؟ طيب لما انا هطلع شيف يا جوجو، نفسك تطلعي شيف؟ طب اهي غيرت طموحاتها البنت عشان خاطركم، اهي هتطلع شيف، هتطلعي شيف زي ماما. شكرا يا صاحبتي. جودي طول النهار تقول لي ان احنا كلنا اصحابها، مش انا ماما، لا انا صاحبتها وبابا صاحبها وطارق صاحب، كلنا اصحابها، واختها ميار صاحبتها، كلنا اصحاب. ايوه انا جايبه لك ورقه هتديها. هتديها لهم ازاي يا جوجو؟ ها؟ كلميهم هم سامعينك، يلا قولي لهم هتديهم بتقول لكم جايبه لكم بالونه وهتديها لكم، هتديها لهم ازاي بقى؟ هديها لهم في ايديهم. في ايديهم؟ طب انت عايزاهم يجوا لك يعني؟ طب بصي للكاميرا عشان تقولي لهم يجوا لك، قولي لهم عايزه ايه؟ عايزين بالونات، انا هجيب لكم، رايحه اجيب لكم وجايه. رايحه تجيب لهم وجايه؟ طب ما تتاخريش. طيب جودي هتجيب لكم بلالين عشان اهي جابت لكم البالونه اهي وجت عشان تلعبوا بيها، عشان ما تقولوش ان هي ما بتلعبكوش معاها. يلا انفخيها لهم بقى يا جوجو. انا بصوا بعد ما نزلت الرز وقلبته حطيت سنه فلفل وسنه ملح وسنه كمون. بصوا الكمون مديها لون مخضر سنه ازاي، وطفيت على العدس ماشي، وهصفيه وانزل بيه هنا دلوقتي هوريكم برضو كده. يا رب سترك ورضاك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. اوعي تروحي في حته، خليكي واقفه كده عقبال ما ارجع لك، انا جايه لك على طول. تحكي على ايه يا جودي؟ تحكي على ماما؟ استنوا هروحها ويتعالوا. هتربطيها كمان وتديها لهم اهو. انا طبعا غاسله العدس ده كويس جدا قبل ما احطه على النار واولع عليه، غسلته بدل المره 3 4 مرات اهو. بصوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في هذا الطعام. زي ما انتم شايفين كده اهو. خدوا يلا. خدوا اهي. خدوا البالونه اهي. هتديها لهم ازاي يا جودي في الكاميرا؟ يعني هم بس شايفينك مش بياخدوها، انت ليه بتتعاملي معاهم على انهم واقفين جنبك؟ جودي بتتعامل معاكم على ان احنا واقفين مع بعض كلنا. هياخدوها ازاي يا قمر انتي؟ تمسكيها في ايدك وتديها لهم، وبعد ما تمسكيها في ايدك انت بقى يا قرده هتطلعيها في الفيديو؟ ماشي. الفيديو هتديكوا البالونه اللي معاها. بولع على ميه تاني عشان ازود الحمص لاني انا بموت في الدقه بتاعت الحمص. شاطر. ايوه والنبي يا جماعه قولوا لها تبعد عني شويه عشان اليومين دول مش عارفه ايه الجنان اللي جايه لها في دماغها، على طول واقفه جنبي تحت البوتاجاز. يعني والنبي يا جماعه اكتبوا لها في التعليقات تبعد عني شويه. يا خراشي قلت لكم اكتبوا في التعليقات ان تاتا ومش بيحبوكم.
بصي الهبل بقى، هتبتدي تهبل لي بقى، توقعي لي الحاجه اللي على التلاجة. كل سنه وانتم طيبين، صحيح قولي لهم كل سنه وانتم طيبين. لا هم قولي لهم كل سنه وانتم طيبين. هتصومي السنه دي يا جودي؟ جودي هتصوم، بس انا عايزه اقول لكم حاجه اصلا، ان جودي طول السنه صايمه، هي مش المره دي بس، هي جوجو طول السنه صايمه اصلا، فمش فارقه. صح يا جوجو؟ دي الميه بتاعت الرز مش هتستطعميها، انا بدوق عشان اشوف ملحها يا ام ايه انت. لايك والف لايك يا خراشي على العسل، عشان خاطر جودي بقى اعملوا اللايكات الحلوه بتاعتكم. غني لهم اغنيه يا جوجو، يلا عايزين يسمعوا صوتي. جودي بتغني لكم اغنيه يا بنات يا بنات. والله ده انت اللي حلويات. غنت لكم اغنيه يا بنات كلها، بس الميكروفون مش معاها، فلو مش سامعين صوتها المره الجايه هخليها تغني لكم اغنيه بصوتها واركب لها المايك بقى وهي تغنيها. ماشي يا جوجو؟ يلا غنيت اغنيه كمان. غني تاني. امي يا نور بيتنا. والله ده انا اللي بموت فيكي. دنيتي لو بوست ايديكي. يبارك لي فيك انت يا قلبي يا عيون ماما انت. شفتوا رقص جودي في الاغنيه بتاعت امي يا نور بيتنا؟ صح يا جوجو؟ والله انت عسل يا جوجو، جميله قوي. شفتوا جميله ازاي؟ ايه رايكم في جمالها بقى وحلاوتها دي؟ اتعلمتي من السنين كتير الرقص والغنى؟ الله عليكي وانتي بترقصي وبتغني. برافو عليكي شاطره. اتعلمتي الغنى والرقص ده فين يا جودي؟ عشان انت بتشغلي اغنيه فانا بغنيها. انا بشغل الاغنيه فانتي بتغنيها. بشغل اغنيه ايه؟ بشغل اغنيه ايه بقى؟ شغلي اغنيه بس على تليفونك يعني. ممكن اشغلها لك. خلاص ماشي. بصي المره الجايه هنصور الفيديو انا وانتي بترقصي وبتغني وانا بعمل الاكل. خلاص ايه رايك؟ ماشي. كل واحد لوحده. كل واحد لوحده. خلاص جودي هتصور كل واحد لوحده عشان مش مقتنعه ان احنا الاثنين نصور فيديو واحد مع بعض. ماشي. انا هسيبكم دلوقتي. انا طبعا زي ما وريتكم ان انا حطيت الميه للرز وهي جودي كانت بترقص يعني فما شفتوهاش. حطيت ميه الرز وظبطت ملح وكمون وفلفل ومستنيه الحمص يستوي. ماشي. والمكرونه هي بتسخن وانا كده خلصت الكشري. شفتوا ما خدش من ايدي 10 دقايق بالظبط. تمام. هعمل بس الصلصه وارجع لكم تاني. خلاص هرجع بقى تاني وانا بغرف. ماشي. مع السلامه. قولي لهم سلام يا جوجو. جوجو بتقول لكم مع السلامه. يا خراشي عليك انت جميله.